كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان واحنا جميعا في أحسن حال يا رب. النهاردة أول فيديو من الفيديوهات اللي تخص شهر رمضان الكريم. هنعمل أحلى زبادي في القلاية الهوائية. هقولك ازاي يطلع معاكي ناجح ومتماسك جدا وقوامه كريمي وغني وطعمه حلو جدا، أحلى من الجاهز كمان. عندي هنا كيلو من اللبن كامل الدسم اللي هو الحليب، انا جايباه من عند اللبان، غليته كويس جدا وهسيبه يهدى. ما ينفعش اللبن يكون سخن ولا يكون بارد، يعني حرارته تبقى زي رضعة البيبي. انا هعمل الزبادي في الخلاط، ممكن تعمليه بمضرب يدوي عادي براحتك. حطيت في الخلاط شوية من اللبن وكمان القشطة اللي بتكون على وش اللبن، وهضيف عليهم علبة زبادي وزنها 100 جرام، يعني كيلو اللبن بياخد علبة زبادي 100 جرام. ودي بتكون الخميرة اللي بنعمل بيها الزبادي، بتجيبيها أول مرة بس، وبعد كده لما تيجي تعملي زبادي بتاخدي علبة من اللي احنا عملناها. واختاري طبعا النوع اللي بتحبيه عشان الزبادي بتاعتك تطلع بنفس الطعم. وهضيف كمان نص معلقة سكر صغيرة. السكر هنا طعمه مش هيبان خالص، بس هيقلل من اللذعة والحموضة اللي بتكون في الزبادي. وممكن كمان تضيفي معلقة من اللبن البودر لو انت مش مستخدمة لبن كامل الدسم. ضربتهم كويس مع بعض في الخلاط، وبعدين هضيف عليهم باقي كيلو اللبن وهضربه تاني عشان كله يختلط مع بعض. وهبدأ أوزعهم في كوبايات الزبادي. تقدري تستخدمي أي كوبايات عندك، بس المهم ما تمليهاش للآخر عشان وانتي بتحطيها في الاير فراير والدرج بيتحرك الزبادي ما تقعش منها. والأفضل تستخدمي كوبايات أطول من دي شوية. أنا الكوبايات دي عندي عريضة وقصيرة فبتاخد مساحة أكبر. عشان كيلو اللبن تعمليه على 5 أو 6 كوبايات بالكتير. عملت الزبادي سادة، واخر كوبايتين حبيت اغير وعملتهم زبادي بطعم الفراولة. حطيت عليهم معلقة من جيل الفراولة وضربتهم في الخلاط تاني، وممكن تحطي معلقة من صوص الفراولة لو عندك. والاحلى كمان لو عندك مربى فراولة او مربى توت، بحط تحت معلقة من المربى وبعدين احط عليها الزبادي، بتطلع طعمها خطير واحلى من الجاهزة 100 مرة. حطيت ورقة من ورق الاير فراير او ورقة زبدة وهبدأ ارص عليها الكوبايات. انا عندي شبكة فيليبس صغيرة فاخدت 5 كوبايات زبادي بس، لكن انتي ممكن تاخد معاكي من 6 ل 7 كوبايات حسب نوع الاير فراير بتاعتك. انا لسه هجيب كوبايات زبادي تانية تكون اطول من كده شوية عشان تاخد كيلو اللبن مرة واحدة. بس اهم حاجة ما تعديش علامة الماكس اللي مرسومة في جناب الشبكة. اخدت كوباية زبادي عشان هعمل 4 في الاير فراير و4 في الميكرويف. وهغطي الزبادي بورقة كمان من فوق. الورقة دي هتمتص أي بخار مية هيطلع من الزبادي عشان ما يبقاش عامل زي نقط المية كده على وش الزبادي. وهحط عليها الشبكة دي عشان الورقة ما تطرش، أو ممكن تحطي أي معلقة. تعالي بقى أقولك على طريقتين بعمل بيهم الزبادي عشان تعرفي تعمليها في أي نوع اير فراير عندك، وانت اختاري الطريقة اللي تناسبك حسب درجة الحرارة اللي موجودة عندك. الزبادي بتتعمل على أقل درجة حرارة. أنا عندي فيليبس أقل درجة 60. هختار الوقت 10 دقايق على درجة حرارة 60. طبعا ما تفتحيش على الزبادي خالص. بعد 10 دقايق على درجة حرارة 160 هختار برنامج اللي هو ده برنامج الاحتفاظ بدرجة الحرارة، بيحافظ على درجة حرارة الأكل ما يبردش لمدة 30 دقيقة. البرنامج ده بحب جدا استخدمه في عمل الزبادي، لأن بيبقى عامل زي الحضانة بتاعت الزبادي بالظبط. بيشتغل كل دقيقة ثانيتين بس ويفصل تاني لوحده، ويرجع يشتغل تاني ثانيتين ويفصل لوحده. اسمعوا كده معايا. زي ما سمعتوا صوت المروحة بتشتغل لمدة ثانيتين وبعدين بتفصل وترجع بعد دقيقة تشتغل تاني. ده بيخلي الاير فراير تفضل دافية، فالزبادي بتفضل لأطول وقت على درجة حرارة هادية جدا. هقولك الطريقة التانية لو ما عندكيش البرنامج ده في الاير فراير. هتختاري 15 دقيقة على درجة حرارة 80. وهسيب الزبادي ما افتحش عليها طبعا، من ساعة ما حطيتها ما افتحش عليها طبعا، وبأكد ما تفتحيش تبصي عليها خالص. احنا هنسيبها لمدة 3 ساعات 4 ساعات. ممكن تعمليه مثلا من بعد صلاة التراويح وتفضل معاكي في الاير فراير لمدة 3 ساعات، او ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها في الاير فراير والصبح تطلعيها تحطيها في التلاجة. ودي شكل الزبادي في الاير فراير بعد 3 ساعات. انا ما استنيتش ل4 ساعات، لكن كل ما تسيبيها مدة اكتر كل ما تطلع متماسكة اكتر. شايفين القشطة على وش الزبادي عاملة ازاي؟ بجد تحفة وكريمي ومتماسك وناعمة جدا وطعمها غني. ولو عايزة تعملي زبادي لايت بعد ما اللبن يغلي وتسيبيه يبرد خالص دخليه التلاجة، وبعدين لمي القشطة كلها اللي هتبقى على وش اللبن، وتقدري بعد كده تدفي اللبن وتعملي بيه زبادي لايت. ولو انت مستعجلة وعايزة الزبادي تتمسك بسرعة حطي زبدية كبيرة بدل ما تحطي زبدية 100 جرام، ممكن تخلص معاكي في خلال ساعتين.
الزبادي في الاير فراير انا جربتها السنه اللي فاتت كذا مره في رمضان، كانت حلوه جدا. انا ما عنديش مكنه زبادي وكنت بعملها دايما في الميكرويف، وبرده حلوه جدا في الميكرويف. لو عايزين طريقتها اكتبولي في التعليقات وهرد عليكم. ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.